اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بفيديو جديد وبيوم جديد. النهارده بقى جايه لكم بروتين قوي جدا، روتين من الآخر كده، روتين كله حركة وبركة وهيكون كله نشاط. جايه النهارده ان انا اشجعكم واحمسكم واخليكم تاكلوا الدنيا اكل. بصوا بقى هقول لكم انا بعمل ايه، اصبروا عليا بس انا بعمل حاجه مجنونه صراحه. هعمل ايه النهارده؟ هلم سجاد الشقه كله عشان هبعته المغسله يتغسل. معقول في السقعه ديت يا ايه هتعملي كده؟ اه والله العظيم هعمل كده. خلاص بقى مش قادره اتحمل صراحه السجاد بتاعي اكتر من كده. السجاد ده عندي اتبهدل، انتوا عارفين طبعا ان هو فاتح وانا بقالي صراحه شويه فرشاه، فمش متحمله صراحه ان انا اسيبه اكتر من كده يعني، او ان هو يكمل معايا لحد قبل رمضان. هيكون صعب عليا قوي. انتوا عارفين طبعا ان انا بالنسبه لي ما عنديش يعني فرش تاني او ما عنديش غيار تاني من السجاد، فقلت ما بديهاش بقى. انا هتحمل اليومين دولت. طبعا هو الجو ساقع مش هكدب عليكم، بس انتوا عارفين ان انا عندي حافظات يعني. يمكن اللي مريحني شويه ان انا عندي حافظات. فطبعا بقى الشقه عندي كلها النهارده مقلوبه، يعني فيها كده روتين كلها، مش اوضه واحده ولا ان انا هنضف مكان واحد. لا الشقه كلها مقلوبه، مع اني طبعا انا قلت لكم ان الشقه عندي خرجت عن السيطره كده. في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا قلت لكم طبعا الشقه عندي خرجت عن السيطره يعني. اتبهدلت بقى السجاد صراحه، كان عندي متبهدل والشقه كلها كانت محتاجه مني تنظيفه كده، وكانت محتاجه صراحه نشاط جامد مني يعني. زي ما بتفق معاكم على طول، مهما اعمل في الشقه ويكون الشقه فيها تراب او تكون مش نظيفه، مهما انضف فيها ومهما اعمل فيها روتين ما بتنضفش، ما بيبانش عليها نظافه. الشقه بيجي عليها وقت فعلا بتلاقيها ان انت خلاص يعني الشقه خرجت عن السيطره، وبتبقى محتاجه منك روتين بقى يعني او تنظيفه كده. طبعا أنا عملت تنظيفه عميقه قبل الشتاء، بس يعني ايه، ما انا عملت تنظيفه عميقه، وان انا قلت على قد ما اقدر هحاول ان انا احافظ على الشقه عندي عشان تقعد معايا اطول فتره ممكن. بس صراحة لا الشقة عندي اتبهدلت، واكتر حاجة اتبهدلت فيها السجاد يعني. يمكن الستاير كنت بقدر ان انا اغير فيها، ان انا اشيل ستاير احط طقم تاني الانتريه بنفضه، كل ده مقدور عليه، لكن السجاد عندي صراحة مش مقدور عليه خالص، اتبهدل وانا مش متحملة شكله بالمنظر دوت يعني. مش حاسة ان انا بنضف الشقة ابدا. المهم بقى طبعا انا استعنت بالله كده وقمت زي ما انتم شايفين. ابتديت بقى ان انا اول حاجه عملتها ان انا الم سجاد الشقه كله كده عشان خاطر ماما ربنا يديها الصحه كانت هتاخده صراحه وتوديه المغسله يعني. انا مش هغسله يعني. انا صراحه قلت لماما انا اغسله وكده، فهي رفضت. هي كل مره صراحه بترفض وتقول لي لا مش ما تغسلهوش يعني، ده هيكون كتير عليكي ومجهود عليكي وكده. وانا مش حابه بقى الجو كمان ساقعه ومش حابه ان انتي تغسليه، فهي صراحه قالت لي لميهولي كله وانا هوديه المغسله يعني. فالمهم بقى طبعا انا لميته كده، لميت اوضه الركنه الاول وابتديت الم الريسبشن، لميت الريسبشن بقى كله، وبعدين قلت قبل ما اشيل السجاد بتاع اوضه الاطفال اغير الاول الفرش. كنت بقى محتاجه ان انا اغير الفرش بتاع الاوضه ديت، هفرش بقى الفرش التاني يعني. انا شلت مفارش القطيفه كده وابتديت ان انا اشيل الملايات، وقلت ان انا انفض الاوض عندي يعني. الاوض عندي صراحه كانت محتاجه ان هي تتنفض، وكنت عايزه ان انا اغير المفارش القطيفه وكانت محتاجه تنظيفه كده. المهم بقى فطبعا صراحه يعني ربنا يعيني بقى عقبال ما السجاد يتغسل ويجي. طبعا زي ما بقول لكم الجو ساقعه والارض السيراميك بيكون ساقعه قوي صراحه، بس ما قدرتش ان انا اتحمل صراحه اكتر من كده يعني السجاد. فربنا يعيني بقى. طبعا هو الايام ديت يعني ما فيش غسيل سجاد زي مثلا بيبقى في المواسم، موسم دخلت شتاء دخلت صيف. بيبقى ساعات دخلت مدارس، ناس بتغسل السجاد ساعات، مثلا العيد الصغير طبعا اكتر من العيد الكبير. ناس كتير بتغسل في العيد الصغير قبل العيد الكبير، فبتبقى في المواسم صراحة المغسلة بتبقى مضغوطة. لكن الايام ديت بيبقى الغسيل بسرعة صراحة، وانا يعني السجاد بتاعنا بنوديه مغسلة بيكون كمان فيها عصارة. دي احسن حاجه صراحه للسجاد وتودي السجاد وانتي مرتاحه يعني. كل المغسله فيها طبعا زي ما قلت لكم قبل كده بيكون فيها المكنه بتاعه الغسيل، وكمان يكون فيها معصره، فعلا السجاد بيجي زي الفل. المهم صراحه انا كنت قلت يعني ان هو السجاد هيتحمل معايا. طبعا السجاد اللي كان قبل دوت كان بيتحمل معايا كتير قوي، كان بيقعد فتره طويله معايا صراحه قبل ما يبتدي ان هو يتبهدل معايا وكده، لاني كان لونه ما كانش لونه فاتح زي دوت. بس ما بديهاش بقى يعني. مش مشكلة ان انا استحمل يومين ثلاثة عقبال ما يتغسل، بس احس ان انا مرتاحة
واحس ان هو مفروش في الشقه نضيف، يعني احس براحه نفسيه كده. المهم بقى طبعا جبت بقى الفرش دوت وقلت بقى ان انا افرش. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب الصراحه الدفايات، يعني انا مش من الناس اللي بتحب قوي موضوع الدفايات على السراير وكده، مش بستلطفها قوي، عشان خاطر ما بيبقاش ليها كيس مخده وملهاش خداديه، فده اللي بيخليني الصراحه مش بحبها. طبعا دلوقتي في دفايات طالعه كتير قوي اشكال والوان، واشكالها صراحه بتكون حلوه وبتعجبني. مش هكدب عليكم واقول لكم ما بتعجبنيش، لا بتعجبني، بس انا يمكن اكتر حاجه ما بحبهاش في الدفايات الفردانيه ديت ان مبيبقاش فيها ولا كيس مخده ولا كيس خداديه. فبحس صراحه ان هي مفروشه كده يعني شكلها مش بيكون يعني احلى حاجه بالنسبه لي. انا عاملاهم بقى صراحه لما بكون بنضف الشقه زي كده، فانا عامله الدفايات ديت، يعني عاملاها صراحه بفرشها على السراير. فيمكن ما بتلاقونيش كتير بفرش دفايات، ومش بهتم ان انا اجيب دفايات كتير. بحس ان المفرش القطيفه بيدي شياكه كده وبيكون قيم، يعني صراحه بيكون قيم على السرير وبيدي شكل احلى يعني. فالمهم بقى طبعا خلاص انا كده نفضت بقى السرير وابتديت ان انا افرشه بقى الفرش النضيف دوت، فرش جديد يعني، هو فرش مختلف كده. زي ما انتوا عارفين انا عندي بعمل لما بكون يعني هنضف الشقه او اشيل حاجه الشقه، فبعمل صراحه بيكون عندي فرش غير الفرش، يعني بيكون فرش مختلف خالص. ويمكن الملايه دي ما بفرشهاش برضه على طول عشان فيها كرانيش كده من تحت وانا بحب الملايات الساده اكتر، يعني مش الساده في الشكل، لا يعني تكون مش مكرنشه او كده، يعني بحبها على المفارش القطيفه لما بيكون فيها شراشيب بتكون اكتر يعني. المهم طبعا وكعدتي بقى ان انا المفروض ان انا كنت بشيل الستاير الاول والمفارش اغسلها. المره دي بقى اختلفت خالص، يعني الموضوع اختلف معايا صراحه، ان انا اشيل الستاير اغسلها. طبعا زي ما انتم شايفين كل الستاير عندي محطوطه زي ما هي، والمفارش زي ما هي، او الفرش كله زي ما هو، يعني تقريبا الشقه كلها مفروشه ما عدا ان انا اشيل السجاد بس، عشان خاطر يعني عشان خاطر احنا في الشتاء، وزي ما بقول لكم الجو ساقع، فحبيت ان انا ابتدي بالسجاد الاول. مش عادتي يعني، بس انا حبيت ان انا ابتدي بالسجاد الاول عشان يلحق يتغسل، عقبال طبعا ما يتغسل ويجي اكون انا شلت بقى الفرش بتاع الشقه ده كله، غسلته، والمفارش القطيفه وكل اللي انا عايزه اعمله في الشقه هعمله. هحاول طبعا ما اتاخرش، يعني هحاول على قد ما اقدر كده ان انا ما اتاخرش، وان انا اغسل حاجه الشقه على طول وافرشها برضو على طول، عشان خاطر زي ما بقول لكم طبعا الجو ساقع، يعني اليومين دول صراحه الجو ساقع، وطبعا مع اني بيجي مره واحده كده الدنيا بتنطر. اليومين اللي فاتوا دولت كانت صراحه مره واحده واحنا قاعدين كده سمعت الرعد وسمعت بقى النطره، كان يوم بالنسبه لي كان يوم جميل قوي. بحب النطره قوي، انا بحب الشتاء بسبب النطره، يعني بحس نفسي ان انا برجع طفله كده. برجع طفله لما بشوف النطره وبشوف الرعد، ببقى مبسوطه جدا، ومفيش حد فينا ما بيكونش مبسوط، ما بيكونش فرحان، وبالذات لما تشوفي بقى يعني بنشوف منظر الرعد ومنظر النطره كده. بتفكرني بايام حلوه صراحه، بتفكرني بذكريات جميله، يعني فعلا بحس ان انا برجع طفله كده ايام ما كنت في المدرسه، فبيكون صراحه يوم جميل بالنسبه لي. يمكن هو ده اكتر حاجه انا بحبها في الشتاء يعني. المهم بقى خلاص انا فرشت السراير كده وابتديت بقى ان انا اشوف الهدوم اللي انا عايزه اشيلها والجواكت. انتوا عارفين الشتا بقى جواكت، ما تعرفيش بقى تسيطري ولا على الجواكت ولا على الهدوم ولا على الغسيل. ايه في ايه، انا صراحه انا عارفه ان انا بشيلكوا الهم في الشتاء، بس فعلا انا بتضايق من كركبته، يعني بحس ان هو الدنيا مكركبه فيه وما بتعرفيش تسيطري، كل ما تشيلي حاجه من هنا تلاقي البطاطين، تلاقي الجواكت، بتلاقي الغسيل، بتلاقي الجلاليب القطيفه. فصراحه الوضع بيكون صعب شويه في الشتاء، يعني فعلا بلاقي كركبته كتير قوي. فالمهم بقى خلاص انا كده رتبت السراير يعني، ونضفت الدنيا زي ما انتم شايفين، نضفت الاوضه يعني، وابتديت بقى ان انا هشيل السجاد بتاعها. حتى السجاده ديت انا كنت بغسلها صراحه، يعني المشايات الطويله ديت انا كنت بغسلها في الحمام، يعني انتوا عارفين طبعا عندي الحمام بتاع الضيوف بغسل فيه السجاد الطويل، يعني السجاد اللي هو ما بيكونش كبير قوي فبغسله فيه. لكن والله ماما رفضت، يعني قالت لي لا برضو ولا السجاد الطويل دوت تغسليه قالت لي انا هوديه المغسله كله. وانتوا عارفين طبعا بقى يعني لما بيكون السجاد كتير صراحه بيجمل كتير يعني، فانا بحاول ان انا يعني اغسل جزء كبير منه في البيت، لكن ماما ما رضيتش، يعني صممت وقالت لي لا والله ابدا لازم تشيلهولي كله واوديه يعني المغسله، ربنا يديها الصحه ويخليها لي يا رب. وربنا ما يحرمني منها ولا يحرمكم من امهاتكم يا رب. فالمهم طبعا خلاص بقى انا شلت السجاده كده، وابتديت بقى ان انا هلمع بقيه الاوضه، يعني طبعا الاوضه نورت، يعني بحس صراحه لما بغير الملايات لاني فعلا هي كانت محتاجه ان هي تتغير، والاوضه كانت محتاجه ان هي تتنضف، يعني انتوا عارفين طبعا زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت دي
مع اني ما كنتش بحط ايدي في الشقه يعني، وما كنتش ما كنتش بعمل حاجه في الشقه صراحه، غير ان انا كنت ممكن بس يوميا كده ان انا اقوم بس ان انا اروق الترويق العادي، يعني الروتين اليومي بتاعنا اللي احنا بنعمله. برتب السرير مش اكتر من كده، ما كنتش بعمل حاجه صراحه اكتر من كده، ان انا ما بعرفش اقعد في مكان مكركب، او ما بعرفش اقعد في مكان مش متروق، يعني نفسيتي بتتعب صراحه. فما بعرفش اقعد في مكان مش مترتب، اقل حاجه حتى ارتب المكان اللي انا فيه. فالمهم بقى طبعا زي ما بقول لكم، فكل حاجه الصراحه كانت في الشقه كانت يعني متبهدله عندي. فالمهم بقى خلاص انا كده لميت السجاد بتاع الشقه كله، وروقت كمان معايا الاوضه ونضفتها وسبتها بقى، يعني كنستها كل الاوضه اللي بخلصها بكنسها وبوقفها بس ان هو على الكنس وكده. هنا بقى دخلت على البلكونه وكعدتي بقى طبعا الصبح كده في الشتاء بحب ان انا اقوم الصبح اشد الستاره، ده كل يوم انا بعمله صراحه. من ساعه ما الشتاء بدأ يخش يعني، وانا زي ما بقول لكم الشمس عندي بتكون في الشتاء جميله، يعني فعلا جميله. سبحان الله، يعني من اجمل الحاجات اللي بحبها برضو في الشتاء موضوع الشمس، لاني في الصيف كده كده ما بتحملش الشمس، وما بقى انا في الصيف صراحه ما بقدرش انزل الشارع الصبح ابدا، يمكن بعمل كل طلباتي وممكن ان انا اقضي اي حاجه بس انزل بالليل في الصيف، لكن في الشتاء عادي يعني بحب ان انا انزل بالنهار اكتر. فصراحه يمكن من اجمل الحاجات اللي بحبها في الشتاء عندي الشمس، يعني في البلكونه الشمس بتكون جميله عندي في البلكونه. فكل يوم الصبح كده بقوم ويعني بفطر في البلكونه، تقريبا انا بفطر في البلكونه يعني. بشد الستاره بقى بتاعتي كده، ويكون الشمس صراحه في البلكونه كلها، وببتدي ان انا افطر بقى واشرب كوبايه القهوه بتاعتي في البلكونه مع الشمس كده. صراحه بحس ان انا الشمس مدتني بطاقه ايجابيه كده، وبحس بطاقه ايجابيه. بقوم بعدها بقى عايزه يعني اعمل كل حاجه في الشقه، بكون مبسوطه صراحه بعد ما بقوم. يعني اليوم اللي بصحى فيه ما بلاقيش فيه شمس بالنسبه لي بيكون يوم ممل قوي صراحه. فالمهم طبعا زي ما انتم شايفين بقى البلكونه حالتها سيئه قوي، والترابه الناعمه فيها صعبه قوي يعني. منظر التراب عندي انتوا عارفين طبعا التراب عندي صيف شتاء هو موجود، يعني ما بيسيبنيش ويروح اي مكان. فطبعا عندي البلكونه كانت صعبه قوي، كانت متربه يعني، وحالتها كانت وحشه قوي. فابتديت بقى ان انا اكنسها، ما كنتش ينفع برضو ان انا امسحها ومنظر التراب بالشكل دوت. وانا الصبح بقى بعد ما فطرت يعني وشربت كوبايه القهوه بتاعتي في البلكونه، كان عندي غسيل لميته، وبعدين نشرت الحطه اللي انتوا شايفينها ديت. كنت نشرها قبل ما ابتدي معاكم يعني الفيديو وكده، نشرتها مع نفسي. فقلت عشان خاطر يبقى الغساله معايا تكون فاضيه، لان انا هشيل المفارش القطيفه، وانا عايزه الغساله تكون فاضيه، احط اي مفرش قطيفه يعني في الغساله، عشان المفارش انتوا عارفين المفارش القطيفه بتعمل مكان كبير قوي، وبتاخد مكان كبير قوي صراحه في الدولاب، وما بتبقاش ما بقاش الدولاب مش متحمل يعني. فالمهم يعني عشان كده فضيت الغسالة وكنست بقى كده خلاص البلكونة ونضفتها برضو، وجهزتها ان انا يدوبك بس ان انا همسحها. طبعا انتوا عارفين بقى لما بيكون في شيل سجاد في اليوم دوت الشقة كلها بيكون فيها قلبان، يعني ما بيكونش مكان واحد بس ان انت بتبقي عايزة تنضفيه، الشقة كلها بيكون فيها قلبان. فطبعا مكان ما بشيل السجاد وانفضه واشيل المشايات، الارض بقى ما بيبقى طبعا في تراب، مكان السجاد لما بيتنفض بينزل منه طبعا يعني فتافيت بقى، وبينزل حص وبينزل حاجات كتير، وانتوا عارفين يعني السجاد يتنفض لازم ينزل منه يعني بينزل منه بلاوي صراحه. فالمهم بقى هنا طبعا خلاص انا دخلت برضو على اوضه الركنه كده، قلت قبل ما اخش الجزء التاني خلاص بقى الجزء ده كله عشان يكون معايا نضيف يعني. زي ما انتوا شايفين بصوا الستاير عندي مفروشه، وكل حاجه مفروشه، حتى المفارش ما شلتهاش من مكانها. قلت الحاجات دي مقدور عليها بقى، ان انا اقدر ان انا كل يوم بقى هشيل حاجه واعملها مع نفسي كده. وبعدين كده كده انتوا عارفين انا عندي غيارات تانية، يعني انا عندي صراحه في الفرش بيبقى عندي غيارات تانية، لكن مفارش الفرو ديت اللي ما عنديش صراحه منها غيار تاني. فانا قلت مش مشكله يعني، اللي هقدر اغسله واخلصه هغسله عقبال ما السجاد يجي. قدرت ان انا اخلص كل حاجه هخلص. طبعا انا الفاضل عندي من السجاد بس المشايات، يعني دي مشايات بقى صغيره وانا هغسلها طبعا. مشايه المطبخ، المشايات الصغيره دي كلها مشايات، فانا هغسلها بقى دي مع نفسي، يعني دي حاجات بسيطه انا هعملها مع نفسي. خلاص بقى طبعا رتبت الاوضه كده زي ما انتم شايفين، طبعا كنت لسه مغيره معاكم الفرش دوت فرش الاوضه يعني. فهي الاوضه مجرد بس ما شلت منها السجاده هي لسه نضيفه ومترتبه، لكن صراحه رتبتها بس كده مكان ما شلت السجاد. وابتديت ان انا اكنس من ورا الحاجه واكنس من تحت الحاجه عشان خاطر بيكون في تراب يعني. بس الاوضه صراحه اوضه الركن هنا ما كانش الموضوع فيه تراب قوي زي الريسبشن معايا بره.
الريسبشن يعني ما صراحة من تحت مكان ما شلت السجاد وكده كان في تراب، وبعدين ما كنتش مهتمية بيه، يعني انا الفترة اللي فاتت دي ما كنتش مهتمية بيه، فهتشوفوا دلوقتي معايا الدنيا مطربة قوي صراحة. في اليوم دوت ما قدرتش ان انا امسح بقى الشقة زي ما بمسح وكده. قلت كده حلوة قوي يعني، كتر خير كتر خير الدنيا، حلوة قوي ان انا عملت كده صراحة. فكده حلو يعني، مرضتش ان انا ادوس على نفسي ازيد من كده صراحه في اليوم دوت، فقلت كده كويس يعني، ما عومتش بقى الشقه ميه وزي ما بمسح، فقلت خليها بقى يوم تاني. فطبعا بقى ابتديت ان انا اكنس من تحت الحاجه، اشد الحاجه واكنس من وراها ومن تحتها، عشان خاطر مع اني ان انا مش همسح فكنست كده. لكن لما بمسح بقى بالخرطوم وادلق ميه وادعك تحت من تحت الانتريه، وادعك من تحت الحاجه، ما بشدش الصراحه حاجه من مكانها. الا يعني ايه لما بكون بقى بجهز الشقه للفرش، يعني لما بكون بجهز الشقه للفرش صراحه، انتوا عارفين طبعا لازم امسك بقى امسك من ورا الحاجه، امسحها وانضف من تحت الانتريه عشان تكون الشقه عندي جاهزه على الفرش. فخلاص بقى كده اوضه الركنه كمان نتفت معايا، واوضه الاطفال بقت زي الفل، والبلكونه كمان بقت زي الفل. نيجي بقى هنا على الليله الكبيره. بصوا بقى، انا عندي اوضه النوم ديت دايما مظلومه معايا، بخليها اخر حاجه زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه بقى في ايديا مكركبه بره بحطها فيها على كركبتها، فهي بتبقى حالتها صعبه قوي صراحه. فهي صراحه الاوضه ديت بتعاني معايا، مع اني منظف الشقه بره هي على طول برمي فيها، يعني الناس جواكت ديت شلتها من بره جيت حطيتها فيها. شنطه باخد منها حاجه بحطها فيها، فسبتها صراحه لحد الاخر يعني. المهم بقى طبعا دخلت بقى هبتدي بقى ان انا ارتبها كده واشيل الحاجه اللي عايزه تتشال منها. وكل حاجه مكانها هرتبها. طبعا الاوضه مكركبه برضه، عايزه اشيل بقى المفرش القطيفه دوت، وهشيل الملايه كمان عشان خاطر ان انا اروق الاوضه. هنا بقى كده كنت شلت السجاد كمان، ما شلتوش بقى معاكم. شلت يعني السجاد عشان ماما صراحه كانت ماما خدته بقى وراحت توديه المغسله يعني. فهنا طبعا طلعت بقى ملايه نظيفه كده، وابتديت ان انا المع الاوضه على قد ما اقدر كده. وهنا بقى المفرش دوت برضو عندي، وعندي مفرش تاني انا جايباهم بس في الشتاء ان انا بفرشهم كده، يعني ما اكون هنضف الشقه بفرشهم كده. لكن صراحه في الايام العاديه زي ما انتم عارفين ما عنديش يعني ما بفرشهمش خالص، ما عنديش ان انا اجرب يعني وافرشهم صراحه. فخلاص بقى طبعا فرشت ملايه نظيفه كده، وفرشت الدفايه ديت. بحس بتغيير يعني بيني وبينكم كده صراحه، لما بكون بنضف الشقه وافرش الفرش دوت بحس بتغيير كده، بحس ان انا شلت. المهم بقى خلاص انا كده فرشت الاوضه صراحه. لما بفرش السرير يعني ما بروق السرير في الاوضه بحس ان الاوضه يعني الاوضه نتفت يعني. انا بالنسبه لي صراحه ان السرير بيبقى اهم حاجه في الاوضه، بيبقى هو لما بيتروق بحس ان الاوضه بدات ان هي تتروق كده وتنضف، وبدات ان هي يبان عليها الترتيب. فانا بحب الصراحه لما ابتدي في الاوضه ابتدي بالسرير، يعني السرير بحس ان هو بيلم لي المخدات والخداديات وكده، فبحس ان الاوضه راقت يعني راقت معايا كتير. خلاص بقى طبعا وانا هشيل بقى هشيل خداديتين كمان في اليوم دوت، ما عشان خاطر ما عنديش يعني ما عنديش يعني خداديات تاني للمفرش زي ما بقول لكم للدفايه ديت. فشلت بقى خداديتين، يعني ده اكتر حاجه صراحه بتضايقني يعني في الموضوع دوت، ان انا لازم اشيل الخداديتين. المهم بقى خلاص انا خلصت الاوضه وطبعا ولمعتها ومسحت البرواز وعملت كل ده مع نفسي عشان اختصر يعني واختصر الوقت معاكم. وابتديت بقى ان انا اجيب المقشه. صراحه المقشه في اليوم دوت كانت معايا في كل مكان، يعني هي صراحه كانت بتساعدني معايا في كل مكان كده، ان انا الارض لازم تتكنس. يعني الارض صراحه لما بتتكنس بعد ما بنشيل السجاد فده طبيعي، يعني لازم نكنس الارض ولازم نمسحها وكده. بتحسي ان الشقه فاقت يعني. ومهما كنسنا بالمكنسه يعني مهما ما كنت بكنس بالمكنسه السجاد وبرضه اشيل السجاد لازم الارض تتكنس، بتطلع بلاوي يعني، مش هكدب عليكم هي بتطلع بلاوي يعني. ما بصدقش صراحه ان انا كنت بكنسها بالمكنسه. خلاص بقى خلصت اوضه النوم كده وطفيت النور بتاعها قبل بقى ما ابتدي ان انا اعمل اي حاجه بره واخرج تاني. قلت بقى احط معايا المفرش القطيفه يعني والملايه عشان خاطر اخلص منهم عقبال لما اخلص الشقه. كالعاده يعني بتاعتي او كالعادي بتاعي ان انا عقبال ما اخلص الشقه تكون الدوره ديت خلصت. بعمل صراحه المفرش والملايه دولت يعني بعملهم دوره مطوله شويه، مش ان انا بعملهم دوره قصيره. يعني انا بحب بالذات الملايات والمفارش والحاجات دي وبالذات كمان لما بيكون ملايه ومفرش بحطهم مع بعض بعملهم دوره مطوله شويه يعني، عشان خاطر ينضفوا بقى يعني. وبعمل لهم في الدرجين اريال وكده عشان خاطر ينضفوا ويفضلوا معايا نضاف كده واللون بتاعهم دايما يكون زاهي معايا، الغسيل بتاعهم يكون نضيف يعني.
المهم بقى طبعا حطيتهم كده، وقلت بقى ان انا اخلص. يعني طبعا ما كانش عندي حاجه في المطبخ الحمد لله، بقى في اليوم دوت ما كانش عندي حاجه في المطبخ خالص ان انا اعملها. يعني المطبخ بتاعي صراحه كان رايق، وما كانش فيه مواعين ولا كان فيه اي حاجه غير بس الكوبايات بتاعه الفطار انا صبنتها مع نفسي يعني قبل ما ابتدي يعني معاكم الروتين وكده، لان انا عارفه طبعا ان الروتين بتاعي النهارده هيكون طويل ويومي هيكون طويل قوي. فقلت بقى ان انا عملت حاجات كده قبل ما ابتدي معاكم يعني الصراحه. ولا كان وفي اليوم ده الحمد لله ما كانش عندي ولا حمامات عايزه تتغسل ولا المطبخ كان عايز يتروق يعني. كان عندي الدنيا متظبطه الحمد لله يعني شويه يعني. المهم بقى طبعا ما شلتش الموكيته بتاعت المطبخ، قلت عشان كده كده انا اللي هغسلها يعني. فقلت اسيبها بقى عشان خاطر الارض بتكون ساقعه وكده، فقلت اسيبها لما اجي ان انا اغسلها هبقى اشيلها. هنا طبعا بقى شديت الانتريه، مش هينفع بقى ان انا طالما مش هدلق ميه زي ما قلت لكم وهمسح فلازم طبعا اجري ورا الكنب ولازم امسح. طبعا هنا بوريكم منظر التراب عندي. والله العظيم انا بستغرب، بحس ان الشقه مهجوره، ما بحسش ان الشقه دي فيها ناس يعني، ما بحسش ان احنا عايشين فيها. وطبعا انتوا عارفين وعايشين معايا على طول وعارفين يعني بتقضوا معايا يومياتي وبتقضوا معايا روتيناتي. فانتوا عارفين انا بعمل ايه في الشقه وبنضف الشقه ازاي، ونظافه الشقه بتكون عندي مهمه ازاي. التراب ده بقى بيجي منين والتراب ده بيتجمع منين انا مش عارفه يعني، انا ذات نفسي مش عارفه والله التراب ده بيخش لي منين. المهم طبعا منظر صعب قوي. وقلت كمان عشان اخد السفر معايا او الوزره بتاعت السيراميك ديت بحب على طول ان انا اشد يعني الكنبه اجر من وراها اما اجي امسح، برضو بحب ان انا ادعكها عشان على طول تكون نضيفه معايا يعني. المهم بقى قلت طبعا ان انا مش هجر التراب دوت في الريسبشن كله، عشان خاطر مهما كنسته التراب هيبتدي الترابه الناعمه دي هتبتدي تروح معايا شمال ويمين وكاني ما عملتش حاجه. قلت كل ما اكنس ورا كنبه هبتدي ان انا اجمعهم في مكان وابتدي ان انا المهم يعني على الجاروف بتاعي. ده احسن حل صراحه ان انا اعمل كده اجمعهم في مكان قريب، ما ابتديش بقى ان انا اكنسهم، عشان كل ما اكنس كل ما التراب هيطلع على الحاجه ويطلع على الستاير وبيبتدي ان هو بيروح شمال ويمين فبيضيع بالذات الترابه الناعمه دي. المهم بقى طبعا لميت كده ورا الكنبه دي اهو وكنستها كويس قوي هبتدي ان انا ارجعها مكانها زي ما انتم شايفين. بص كل حاجه مفروشه مكانها يعني. المهم بقى هنا طبعا جيت برضو ورا الكنبه ديت هكنسها، بس صراحه ما كانش الكنب دوت ما كانش مطرب زي الكنبه التانية. يعني الكنبه اللي عندي البلكونه ديت هي اللي بيبقى تحتها تراب كتير قوي. هنا التراب كان معقول شويه يعني، كان يعني حسيت شويه ان انا كنت بنضف الشقه. فالمهم زي ما بقول لكم كده بجمع يعني انا صراحه بكنس بالراحه قوي، مهديه ايدي قوي عشان خاطر العفش بس ما يتبهدلش والستاير ما تتطربش معايا. فهديت ايدي على قد ما اقدر كده وجمعتهم اهو في مكان، وبرجع تاني بعد ما بلمهم برجع ان انا ادوس تاني على الارض او اكنس تاني الارض يعني. المهم طبعا عشان خاطر لما انا همسح طبعا من النص مش هدلق ميه زي ما بقول لكم، فابقى متاكده ان تحت الكنب عندي نضيف، ما مسحتش بس من على الوش كده وخلاص. فابقى متاكده كمان ان تحت الكنب عندي ما فيهوش تراب يعني والدنيا نظيفه. طبعا الشقه ليها لسه روتينات تاني جامده معايا يعني، مش ان انا استكفى لحد كده. بس عشان خاطر ان انا شلت السجاد في اليوم دوت، وزي ما انتم شايفين مسكت الشقه كلها روقتها وغيرت الفرش بتاعي السراير وكده. فقلت مش هكتر على نفسي اكتر من كده يعني. ولسه يعني كل يوم اعمل حاجه وكل يوم اشوف اللي ورايا، لكن مش كله اجمعه في يوم واحد يعني عشان ما احسش بالملل برضو واحس ان انا تعبت قوي في اليوم دوت. فما بحبش ان انا اجمع كل حاجه عندي اعملها في يوم واحد، بحب ان انا اسهل الدنيا شويه على نفسي عشان خاطر ما ازهقش يعني، ما احسش ان انا مليت وما احسش ان انا زي ما قلت لكم تعبت يعني. يبقى عندي نشاط تاني يوم ان انا اقدر ان انا اقوم واعمل. وبحب انتوا عارفين طبعا ان انا بحب انظم الحاجه اللي انا بعملها يعني، بحب ارتب يومي وبحب ارتب الحاجه اللي انا بعملها. فالمهم بقى خلاص انا كده خلصت وكنست الشقه كلها وبقيت فل الشمعه منوره. وطبعا لمعت معايا الترابيزات ولمعت كل حاجه معايا يعني، الشقه كلها بقت الحمد لله نظيفه وزي الفل. هنا بقى جبت الموب بتاعي كده وابتديت بقى ان انا زي ما بقول لكم هلمع بس السيراميك كده، هلمع الارض بتاعتي من النص، مش هشد حاجه ولا هلمع من تحت حاجه ولا هدلق ميه. فالمهم بقى طبعا لمعت الاوضه كده بتاعت الركنه وسبتها بقى ان هي تنشف براحتها. وابتديت بقى ان انا خرجت برضو مسكت البلكونه بتاعتي لمعتها واوضه الاطفال برضو. بس انا عملت ده كله مع نفسي عشان خاطر اختصر يعني، عشان خاطر الفيديو ما يطولش اكتر من كده يعني. انا مسحت الشقه كلها، مسكت الشقه كلها صراحه مسحتها
بس مش هعمل معاكم يعني، مش همسحها كلها معاكم، هو الجزء دوت بس، لكن وهستكفى لحد كده يعني، هستكفى صراحة ان انا امسحها لحد كده معاكم. فلمعت كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا كنت ببل، وصراحة الموب ديت بتساعدني يعني، بتساعدني ان انا ابل وانشف على طول. هي بس عايزة يعني زي ما اقول لكم، عايزة ان هي نبل وننشف، لكن في الميه الكتير ما بتساعدش صراحه ان انا انشف يعني، ما بتساعدنيش. فالمهم بقى خلاص، انا كده اكون مسحت الشقه كلها وخلصتها وكده بقى. الشقه بقت زي الفل. ادي الاوضه بقى اوضه النوم، طبعا كانت من شويه كانت حالتها صعبه قوي. رجعت نتفت وبقت زي الفل. نطفي النور ونخرج. واديني كمان فرشت الحفاظات زي ما انتم شايفين، ورجعت كل حاجه ولا كاني الشقه كان فيها اي حاجه، بقت زي الفل. وطبعا انتوا عارفين انا هنا بفرش الحفاظات اللي معايا الكاشمير ديت، لكن في النص صراحه ما عنديش سجاده افرشها يعني. فانا بستكفى ان انا افرش يعني واحده هنا وواحده هناك، بس عشان مكان ما بنقعد وكده، ومكان مكان ما بندوس في الارض. خلاص بقى. وادي الريسبشن بقى زي الفل. وكمان اوضه الاطفال فرشتي بقى فيها المشايه ديت عقبال ما اجي ان انا اغسلها وكده. قلت عشان خاطر برضو ما ندوست على السيراميك، عشان ما عنديش صراحه حافظه ليها. وكده بقت معايا زي الفل برضو زي ما انتم شايفين. وغيرت السراير والشقه كلها بقت زي الفل يعني، فل الشمعه منوره. مش معنى ان انا شايله الشقه وهنضف الشقه شقتي تكون مكركبه، لا، ما اعرفش اعيش في شقه مكركبه صراحه. وادي كمان اوضه الركن فرشت الحافظه بتاعتها، وكل حاجه فيها بقت مترتبه ونظيفه. وكده اكون خلصت يومي يعني، وكل حاجه بقت في شقتي نظيفه. لازم الشقه تكون كده حتى لو انا كنت شايله. وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. دلوقتي هقول لكم سلام.